هو محمد فوزي كان ليه توجه سياسي؟ قبل ما نتكلم عن ايه اللي حصل لمحمد فوزي، خلونا نسأل سؤال بديهي. هو محمد فوزي كان ليه اي نشاط او توجه سياسي؟ وقبل ما اجاوبك على السؤال ده، خليني احكي لك موقف مش كتير يعرفه. اتهام اسرائيل ليه بمعاداة السامية. في سنة 1949 انتجت شركة محمد فوزي فيلم فاطمة وماريكا ورشيد، واللي قام ببطولته. والفيلم ده اللي اتفرج عليه اكيد هيفتكر افهاته وعيلة روشيل اللي كان الاب فيها اخنف كده ومليانة كوميك، والفيلم كله بيدور على الضحك على عيلة روشيل اللي كان فيها الاب طماع وجشع وبخيل. فهنا اسرائيل قامت وما قعدتش. انتوا بتتريقوا علينا، انتوا مخلينا مادة للسخرية. وهاتك يا لستة اتهامات لمحمد فوزي: معاداة سامية، تحريض على اليهود، تفرقة عنصرية. مع ان قصة الفيلم اصلا مستوحاة من مسرحية فرنسية اسمها زواج فيجارو للأديب بومارشيه. وفي سنة 1786 جه موتسارت حولها الأوبرا. جت على الأرمف يعني من فوزي وكوخ. لا تكونش إسرائيل بعد الفيلم ده وقعت بينه وبين عبد الناصر يهود وكده بقى، وفرق تسد وحبت تنتقم من فوزي فوقعت بينه وبين عبد الناصر. لا 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 يا راجل، لا اكيد بتوعنا مش بالغباء ده، يعني ما عارفين ان هم يهود. اي نعم، اللي هحكيهولك كله غباء، بس غباء قلب، غباء مشاعر، غباء مواقف، مش غباء عقل. طب ايه اللي حصل؟ قبل ما احكي لك اللي حصل، خليني احكي لك قصة انشاء مصنع الاسطوانات بتاع محمد فوزي، واللي كان سبب نكبة حياة محمد فوزي. شركة مصرفون، مصنع الاسطوانات التابع لمحمد فوزي. سنة 1947 أنشأ محمد فوزي شركته السينمائية، شركة الإنتاج السينمائي للأفلام. وكان أول فيلم مصري ملون كان من إنتاج شركته. وجي سنة 1957 شاف احتكار السوق الأجنبي للاسطوانات، فقرر إنه يعمل شركة لطباعة الاسطوانات محلية. بس عشان يعمل المشروع ده كان محتاج ميزانية ضخمة. فراح محمد فوزي يجمع فلوسه من هنا ومن هناك، فلوس سايلة، عقارات يبيعها، فلوس هنا فلوس هناك، يرهن حتى فيلته، فيلا المنصورية. بس كل ده واللي جمعه ما يقومش مشروعه على رجليه. فانضمت ليه مديحة يسري بكل ثروتها عشان تبقى شريك ليه من الباطن. بس برضو الميزانية فيها عجز، لغاية ما تدخل جاره رجل الأعمال السعودي حسن سرور الصبان، وشاركوا في شركة الاسطوانات اللي سماها مصرفون، اقتداء بطلعت حرب اللي كان دايما بيحط اسم مصر في مشاريعه، بنك مصر، أنا ابن مصر، فسماها مصرفون. ووصلت ميزانية فتح الشركة دي وقتها يعني سنة 58 ل20,000. وليك ان انت تتخيل 20,000 سنة 58 تعادل كام دلوقتي، عشان بس تعرف قد ايه ميزانية الشركة دي كانت ضخمة في الوقت ده. وهو بيعمل الشركة ألحق بيها استوديو لتسجيل الأغاني، فكر متطور بقولك. وكل ده بالتزامن مع تلحينه لنشيد قسم اللي أنا حكيت لك عنه، النشيد الوطني الرسمي للجزائر، غير تسجيله للتلاوات القرآنية اللي بنسمعها لغاية وقتنا هذا في إذاعة القرآن الكريم، اتسجلت في استوديو محمد فوزي مجانا، وكأن عمل صداقته الجارية على حياة عينه. وبدأ المشروع ينجح وطموح محمد فوزي معاه يكبر، وبدل ما كان بيطبع الاسطوانات ما اكتفاش بكده، قال وليه ما نصنعش احنا الاسطوانات ونجنب السوق الاجنبي ده كله خالص. فراح يتوسع في المشروع عشان يفتح مصنع اسطوانات لتصنيع الاسطوانات، بحيث ان يتم تسجيل وتصنيع وطباعة الاسطوانات في مصر، ويوفر للدولة عملة صعبة في وقت صعب جدا، غير سوق العمالة اللي فتحه. بس عشان يقوم بالمشروع ده لا ميزانيته ولا ميزانية الصبان كانت تسمح. بس فليبس في الوقت ده كانت حاطة عينها على مشروع محمد فوزي، فقالت له خلاص خدني معاك شريك
واشترت شركة فيليبس نصيب شريكه السعودي الصبان، وبقت هي الشريك الرسمي أو الشريك الوحيد لمحمد فوزي. وراح محمد فوزي خد له حتة أرض في العباسية وفتح مصنع الاسطوانات بتاعته اللي سماه الشرق للاسطوانات، واللي جهزه أحدث الأجهزة الألمانية، وعمل فيه اسطوانات تتفوق على اسطوانات منافسه الأجنبي. اسطوانات غير قابلة للكسر، الأجانب ما عملوهاش. اسطوانات ينفع تسجل فيها على الوشين، يعني فيها توفير، ممكن الاسطوانة الواحدة تشيل أغنيتين عكس الاسطوانة الأجنبية اللي كانت بتشيل أغنية واحدة بس. وكل ده وبيبيعها بنص الثمن. ومش بس كده، ده راح قدم امتيازات عشان يضم ليه أكبر عدد من المطربين والمطربات في الوقت اللي كانت الشركات الأجنبية بتدي للمطرب أو المطربة أجر مقابل حق استغلال أغانيه، يعني ملوش أي نسبة في إيرادات المبيعات. محمد فوزي عمل نظام جديد خالص، ادى حق الأداء العلني للمغني أو المغنية، فبقى حقوق النشر مش بس للملحن والمؤلف، تدخل معاهم المغني. وهنا انبهر الجميع بدماغ محمد فوزي ونجاحاته اللي بانت في مدة قليلة، لدرجة ان سنة 58 جه رئيس الوزراء وقتها دكتور عزيز صدقي شكر محمد فوزي في العلن على توفيره للعملة الصعبة للبلد وفتح سوق للعمالة. وانضم للشركة دي الكثير من المطربين والمطربات، وتعاقدوا مع شركة محمد فوزي اللي يعتبر احتكرت السوق من الشركات الأجنبية. وعلى رأس المتعاقدين مع محمد فوزي كوكب الشرق أم كلثوم. وجه محمد فوزي يكلم عبد الحليم في انه ينضم لشركته، يتعاقد مع شركته، فعبد الحليم قال له سيبني افكر. بس عبد الحليم ما كانش بيفكر في عرض محمد فوزي، ده كان بيفكر انه يعمل مشروع زي محمد فوزي. فراح عرض الفكرة على عبد الوهاب في ان هم يعملوا شركة زي شركة محمد فوزي بالشراكة مع بعض. وبالفعل عبد الوهاب وافق وفتحوا شركة صوت الفن، وعملوا مصنع الاسطوانات الخاص بشركتهم في قبرص بعيد عن أعين المصريين والحكومة، كانوا ناصحين. التنافس بينهم الظاهر ما كانش في الغنى والشعبية وبس، ده حتى البيزنس. فازاي بقى بعد ما محمد فوزي كان يعتبر رجل دولة أول وعامل مشروع قومي وموفر عملة صعبة وفتح سوق عمالة، ايه اللي حصل بينه وبين النظام؟ زي ما قلت لك عزيز صدقي رئيس الوزراء وقتها شكره في العلن، يعني الحكومة هي ورجالتها بتشكره. فايه اللي حصل بقى؟ تفاصيل ليلة انقهر فيها شحات الغرام. في يوليو 1961 شركة فيليبس اللي كانت وش الخير على محمد فوزي وسبب السعد والنجاحات والانتصارات، هي برضو كانت هي سبب خيبة الأمل والقهر اللي تعرض ليه محمد فوزي واللي مرضوا لحد الوفاة. في سنة 61 قرر جمال عبد الناصر انه يأمم اي شركات ليها شريك اجنبي، وده المدخل والثغرة اللي دخلوا بيها لمحمد فوزي عشان في الاول ياخدوا ويصدروا نصيب شركة فيليبس من شركة محمد فوزي، وبعد كده دخلوا على نصيب محمد فوزي، ومش نصيبه بس، ده كل ممتلكاته وأمواله وسابوه على الحميد المجيد. فليه النظام اتعامل بالقسوة دي مع محمد فوزي؟ من حوالي 5 سنين نشر الكاتب الصحفي أشرف غريب كتاب عن محمد فوزي اسمه محمد فوزي الوثائق الخاصة، واللي حكى فيه اضطهاد نظام عبد الناصر لمحمد فوزي بالوثائق والمستندات. اسطوانتك عندي. والكتاب مش حكى بس عن الفترة دي أو عن اضطهاد النظام لمحمد فوزي وضياع فلوسه وقهرته وموته كمدا وقهرا، لا ده حكى تفاصيل ومواقف مش أي حد يعرفها عن حياة محمد فوزي الشخصية،
سواء مع زوجته مديحة يسري أو زوجته الأخيرة كريمة أو حتى في شغله، ودي ممكن نبقى نعمل لها حلقة لو عوزتوا. لكن دلوقتي خلينا في جزئية اضطهاد نظام عبد الناصر لمحمد فوزي. والسؤال دلوقتي، ليه نظام قايم المفروض قايم على محاربة الظلم والطبقية والمساواة بين أفراد الشعب تضيق الحصار على واحد من أفراد الشعب لدرجة إنها تموته كمدا وقهرا، لدرجة إن تحية كاريوكا قالت لهم كده وش انتوا بتعملوا معاه كده ليه؟ هو قتلكوا قتيل؟